السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضنا ميني بطبوط كيجي زوين بزاف، معمر بحشوه سهله وبسيطه ما تعذبكمش، وان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. نبداو المكونات على بركه الله. فبالنسبه للعجين غنحتاجوا 2 كيسان ديال الدقيق فينو و4 الكيسان ديال الدقيق فورس. تقدروا تعوضوا فينو بالدقيق ديال القمح. صافي هنا بعد ما غادي ندير الفورس غادي ندير واحد المعلقه ديال الخميره والملح على حسب الذوق ديالكم، وغادي نضيف نفس الكاس اللي غادي نعبر به هنا. كيف كتشوفوا عبرت كاس ديال العنبه تقريبا غادي يقدني 2 كيسان ونص ديال الماء. كيبقى على حسب الدقيق فين واش كيشرب ولا لا. الا كان كيشرب فراه غتزيدوا، يعني غتفوتوا 2 كيسان ونص. صافي هنا غادي نبقى نجمع العجينه بشويه بشويه حتى كتندمج ليا مزيان وكتجيني مرخوفه، يعني العجينه ما تكونش قاصحه باش ما تعذبناش في الاخر. صافي هنا كيف كتشوفوا العجينه بعد ما جمعتها غنغطيها ونخليها حتى كتخمر على خاطرها. انا ما دلكتهاش، الا بغيتو ديروها في العجانه. صافي غندوزو للحشوه. هنا غادي نحتاج كورجيت، 2 حبات ديال البصله، كفته على حسب الذوق ديالكم. انا تقريبا درت غير 4 صغيره، وغادي ندير الفلفله والربيع. فبالنسبه للعطريه غادي نضيف هنا شويه ديال الابزار، ما كثرش الابزار، وغادي نضيف شويه ديال سكينجبير. فما غاديش نكثر العطريه بزاف، انا كيف كتشوفوا كندير معلقه صغيره بزاف. وغنضيف شويه ديال الخرقوم، وما تنساوش الزويته. فانا هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون اللي بالطبع كيبقى اختياري، تقدروا تعوضوه بالزيت العاديه، تقدروا كذلك انكم ديروا شويه الشحمه. صافي وغادي ندير مليحه، غير ما تكثروش الملح لانني انا درت الزيتون فجاني شويه مالح. مع بقات يكرش جاني شويه مالح. صافي هنا غادي نديرها فوق النار وغادي نبقى نحرك حتى كطيب وحتى كتنشف ليا مزيان. صافي تقدروا ديروا الهريسه كذلك، ممكن تقدروا ديروا هاد الحار هذه، فهي اللي كانت عندي، ما كانش عندي الهريسه العاديه. الهريسه العاديه كتجي صراحه ما عرفت كتجيني ألذ، خصوصا الا كانت ديال الدار. صافي غادي نبداو نخلطوا، هي كتبقى تطلق داك الماء، يعني البصله والكورجيت فكيطلقوا شويه ديال الماء. صافي هنا غنضيف الهريسه ونعاود نزيد الهريسه فما قنعتنيش هاد شويه، نزيد عاود شويه ديال الهريسه. هاد الخلطه ما غاديش نعطيها لوليداتي. غندير لهم هما غير الكفته بوحدها، ما كيبغيوش الكورجيت، داكشي علاش درت لهم خليط واحد اخر، يعني عجينه وحده، حشوه واحده اخرى. فما كيبغيوش الحشوه اللي فيها الخضر والفلفله، داكشي علاش درت الهريسه. صافي هنا كيف كتشوفوا بدات كتنشف، فغنعاود نشفها مزيان حتى كتخرج ليا داك الزيت اللي درنا. صافي هنا كتشوفوا حتى نشفات مزيان، يعني حتى كتنشف مزيان، ما كتبقى حتى نقيطه ديال الماء. صافي ونديروها في اناء ونخليوها حتى كتبرد. فندوزو العجينه بعد ما خمرات، فغنوريكم الطريقه. فهنا غادي ناخذ العجينه غنقسمها على 2، غادي نقسم هاد العجينه على 2 هنا كيف كتشوفوا. المهم تقدروا تقسموها حتى على 3. صافي هنا غادي نحيد لها نديكازيها من داك الهواء وغادي نقسمها. فالعجينه ملي غنبغيو نخدموها انا هنا غنديرها كرات، ومن بعد غادي نغطيها باش كترخف ليا واحد شويه، واللي غنخدم بها وحده غنخليها مغطيه باش ما كتشربش ليا وما كتنشفش ليا من الفوق. صافي هنا غادي نخليها نغطيها، نعاود نرجع نغطيها، وغادي نفرش هنا واحد شويه ديال الدقيق فينو هنا كيف كتشوفوا. وغادي ناخذ المدلك باش غادي ندلكها، كتجيني ساهله وما كتاخذش ليا بزاف ديال الوقت. تقدروا نتوما ديروها كويرات، كاين اللي كيبغي يديرها كرات حتى هي كتجي ساهله، المهم على حسب الذوق ديالكم. فغنوريكم الكرات في الاخر، يعني في اخر الفيديو غنوريكم الكرات اللي بغيتو تخدموهم كيفاش كيجيو وكيفاش تخدموهم حتى نتوما. صافي هنا كنبقى ندلكها حتى كتضعف واحد شويه، يعني ما كتجيش رقيقه بزاف، تقريبا نخلي واحد 2 حتى 3 سنتيم، يعني غتبقى واحد شويه غليظه، ما ترقوهاش بزاف باش ما كتقطعش لكم العجينه من الفوق ملي غتعمروها. الحشوه ضروري انها تكون بارده باش ما كتقطعش لكم العجينه. المهم هادو من بين لي زاستوس اللي كنخدموا بهم سواء في المسمان او لا في البطبوط معمر الكبير ولا الصغير. صافي هنا غادي ناخذ انا هاد القطعه ديال الحرشه الصغيره، تقدروا نتوما ديروا الكبيره، تقدروا ديروا كاس، تقدروا ديروا زلافه على حسب اللي توفر عندكم. الكاس ماشي صغير، الكاس اللي كيكون متوسط ديال العصيرات. صافي هاد العجينه غادي غير نجمعها نخليها حتى نكمل العجينه الثانيه، عاد نجمع العجينه البقايه ديال العجين اللي كانت عندي الاولى والثانيه. صافي هنايا غادي ندير العجينه الثانيه حتى هي غادي نقرصها وغنقطعها. فتبارك الله راه كتعطي خير الله وكتجي زوينه، وحتى في الشكل ديالها كتجي زوينه وكتجي بنينه. صافي هنا غادي نكمل العجينه الثانيه حتى هي غادي نقرصها وغادي نبدا نقطع. شوفوا السمك ديالها كيف وريتكم شحال غيجي، يعني كتجي شويه غليظه بحال الشكل ديال البطبوط، يعني ملي كنبغيو نديروا البطبوط بحال هكا كنخليوها غليظه بحال هكاك شويه. صافي هنا غادي نبقى نقطع حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. علاش غنقطعهم كاملين؟ باش كيجيني ساهله في الحشو، ما كنبقاش نتعذب معاها. صافي وهاد العجينه غنجمعها مع العجينه الاولى، ندير منها كره ونغطيها ونخليها حتى كترخف باش تجيني ساهله. غنبقى حتى كنكمل هاد العجين اللي عندي، عاد غادي ندير العجينه اللي خليت.
صافي هنا بعد ما استفتهم باش يجيوني ساهلين في التعمار غناخذ الحشوه اللي بالطبع كتكون بردات. صافي كنبدا نعمر تقريبا كندير معلقه صغيره، المهم على حسب الكميه اللي عندكم نتوما. غندير معلقه صغيره بحال هكا باش ما تكثروش بزاف، باش ما باش تسد ليكم، يعني الا كثرتو راه ما تبغيش تسد ليكم، غتكرفسكم ملي غتبغيو تسدو غتبقى تحل ليكم. صافي هنا غنبقى نعمرهم حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. وكيف قلت لكم تقدروا ديروا اي حشوه توفرت عندكم. الا كان عندكم شويه الفرماج ديروه، انا ما توفرش عندي في الدار داكشي علاش ما درتوش. الا كان كيجي حتى هو كيجي زوين كتجي افضل يمكن. المهم انا ما كانش عندي في الدار داكشي علاش ما درتوش. تقدروا ديروه حتى مع الحشوه طيبوه معاها. صافي هنا غادي نستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي وغادي نبدا نجمعهم. صراحه تقريبا كتعطيني هاد الحبات اللي عندي دابا راه كيعطيوني مضاعفين، يعني كيعطيني اكثر منهم. فبالنسبه للجميع انا غنجمعها بحال هكا، تقدروا تجمعوها في يديكم على هاد الشكل هذا، وتقدروا تجمعوها غير وهي محطوطه. انا غادي نوريكم كيفاش كتجمع وهي بحال هكا يعني فوق الرخامه. صافي غادي نبقى نجمع دوك الجوانب بحال هكا، يعني نحاول نجمع هذوك القنيتات مع بعضياتهم الوسط مع الوسط. انا نوريكم على هذا الشكل، غنخليها هكا محطوطه باش يجيكم سهله. هكا غنجبد ونجر وكنمشي الجهه الثانيه نفس الشكل. كيبقاو لي هذوك الجنيبات كنجمعهم مع بعضياتهم، هاد الجنيبات هادو كنجمعهم مع بعضياتهم بحال هكا. تقدروا هذيك العجينه الزايده تحيدوها، تقدروا تخليوها يعني كيف كندير انا ما كنحيدهاش، كنخليها بحال هكا. يعني كنبقى نعاود مره اخرى كنبقى نجبد. انا حاولت ما امكن نوريها لكم بشويه، كنبقى نجبد وكنبقى نجمع. هذيك العجينه اللي كتبقى زايده تقدروا تحيدوها حتى كتجمعوا وديروا منها عاوتاني كريصه واحده اخرى. تقدروا تخليوها تما، يعني كيف كندير انا كنديرها غير في الجنب بحال هكا. صافي وكديروها في الجنب. بعد ما كملت هاد العجينات اللي عندي الاولين كنبدا نقرص، كيكونوا ترخفوا ديك الساعه كنبدا نقرص بشويه بشويه. في نفس الوقت كنكون دايره المقله كتسخن. فانا حتى غنكمل هاد العجينه عاد غنمشي للعجينه الثانيه باش ما كنتلفش. الا كانت عندكم شي بلاصه اخرى عاود فين تقرصوا تقدروا ديروها، اولا تقدوا هادو ديروهم في شي اناء وتبقاو تخدموا. انا هنا مباشره غادي نخدم بهم لانهم خمروا المره الاولى، فما كاينلاش يخمروا المره الثانيه. خليتهم هنا يترخفوا تقريبا باش كنجي نكمل راه كياخذ واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق بحال هكا كيكونوا صافي يترخفوا. صافي هنا غادي نقرصهم مزيان وغادي نبدا نهز ونطيب. فهنا المقله درتها كتسخن، غادي نبدا مباشره ندير بالوحده بالوحده. تقدروا ديروا الزيت هو الاولاني وعاد تبداو طيبوا، تقدروا تخليوهم ناشفين، يعني كاين اللي كيبغي يديرهم مزيتين كاين اللي كيبغيهم ناشفين على حسب الذوق ديالكم. صافي هنا غادي نبدا ندير، فغندير تقريبا 5 الحبات. هنشوفوا كيفاش كيجيو صغيورين، راه غير من الحبات غادي يبان لكم. يعني شوفوا راه المقله غير صغيره وهزت لي تقريبا 5. انا هنا ندير غير قطعات ديال الزيت شويه في كل وحده، انا كنبغيهم شويه يكونوا مزيتين كيجيو زويونين كيجيو يمكن حتى في الشكل ديالهم مزيانين. المهم كيف قلت لكم على حسب الذوق ديالكم، تقدروا ديروهم مزيتين تقدروا ما ديروهمش مزيتين. صافي وغادي مباشره هنا كيف كتشوفوا يعني يلاه درتهم. ديك الساعه غنقلبهم باش كيجيوني منفوخين، راه كيتنفخوا كيجيو زويونين. صافي غادي نبقى نحرك ودغيا عاود غادي نقلبهم، يعني ما نخليهمش حتى يتحرقوا باش كياخذوا حقهم في الطياب مزيان. يعني ما كنديرهمش على نار تكون مجهده بزاف، كتكون متوسطه. صافي غنبقى نقلب بحال هكا حتى كنطيب هاد الخبيزات الصغيور اللي درت. صافي هنا كيف كتشوفوا راه بداو كيتحمروا. اللي تحمرات بالطبع كنحيدوها وكنعوضوها بوحده اخرى. صافي هنا انا غندير هاد الشبيكه وغادي نبدا نحط وغادي نستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله في الطياب. بالنسبه كاينين شي وحدين اللي بانوا لكم ما طايبينش مزيان تقدروا ديروهم بحال هكا في الجنب ويبقاو يطيبوا من الجناب ديالهم، يعني تبقاو تدوروا فيهم حتى كيطيبوا من الجناب. صافي ومن بعد ما كيطيبوا كتحيدوهم ونبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنطيبوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد انا ما غنكمل هاد الكميه اللي عندي كلها، عاد غادي نبدا نقرص التاليين. يعني الكميه اللي بقات هذيك العجينه تقريبا راه نص ديال العجينه اللي بقات ولا اكثر. صافي غادي نستمر حتى كنكمل تبارك الله الكميه اللي عندي كامله. وراه كيخرجوا، يعني هنا ما حسبتش بصراحه شحال من وحده، ولكن راه تبارك الله راه كتعطي كميه وفيره. صافي هنا غنستمر حتى كنطيبهم كاملين. وهنا كيف كتشوفوا يعني مره كندير شويه ديال الزيت، يعني كندير قطرات خفيفه ما كنكثرش بزاف. وكيجيو زوينين كل ما قلبتوهم دغيا فكيجيو محمرين الجوانب بجوج وكيجيو زوينين.
صافي هنا غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي ندوز باش نقرص الكميه الثانيه اولا العجينه الثانيه. كنلقاها عاود خمرات مره اخرى، فكتجيني ساهله يعني ما كنتعذبش فيها بزاف، وكتجي دغيا كطوع معايا في التكراس. صافي هنا غادي نكمل الكميه الثانيه كيف كتشوفوا. فحاولت ما امكن، راه يبان لكم حتى الجناب ديالهم قطعتهم عوجين. وهنا درت لكم هذوك الكريسات اللي بقاو عندي، انا ما عاودش خليتهم، درتهم كريسات صغيورين هما اللي في الجنب هنايا حدا القطاعه. فتقريبا بقاو عندي واحد الكميه، درت فيها تقريبا خرجت لي 3 الحبيبات صغار. صافي هنا غادي نكمل نقاد هادو نعمرهم، وعاد نخدم هادوك الاخرين. فاني كيف كتشوفوا راه كتجي ساهله انكم كتخدموهم دغيا مجموعين. بالقطاعه كتجيني انا احسن، لان دغيا كيتخدموا كاملين ما كنتعذبش فيهم. ماشي بحال ملي كندير كريسه بكريسه كتبقى تتقرص بالوحده بالوحده، شويه كتاخذ لك بزاف ديال الوقت. هاد الطريقه عمليه ودغيا كيوجدوا ودغيا غطيبيهم. يعني الا كانت عندكم مقله كبر غطيبوا 10 ولا 11 في خطره، يعني ما تبقاوش طيبوا بزاف الوقت. انا اللي نظرا للتصوير درت مقله صغيره، اما في العادي كندير مقله كبيره وكنخدم فيها. صافي هنا غادي نجي لهاد الكريسات اللي بقاو عندي، وغادي نبدا نقرص فيهم هنا كيف كتشوفوا باش غادي نعمرهم حتى هما. غادي نقرص غير الجوانب وغنخلي الوسط عامر. صافي وكندير هاد الحشوه هادي. صافي غادي نستمر حتى كنكمل الكميه كامله. انا هنا كيف قلت لكم بقاو عندي غير 3 ديال الحبيبات، يعني ما بقاتش عندي كميه كثيره. صافي وغادي نجمع على هذا الشكل هذا. العجينه اللي بقات عندي فكنديرها في الجنب، يعني ما كنضيعهاش. صافي وغادي نبدا مباشره كنطيب، وغادي نقرصهم عفوا عاد غادي نبدا نطيبهم. فهنايا كنتمنى انكم تكونوا كملتوا الفيديو حتى الاخير، فحاولت ما امكن ان نعطيكم نصائح كامله اللي غتستافدوا منها. صافي هنا غادي نبدا نقرصهم، وفي نفس الوقت كنكون المقله دايرها كتسخن. بعد ما قرصتهم غادي نبدا نطيب مباشره، فتهزوا هنايا 3 ولا 5 على حسب غتبداو طيبوا. فاللي وصلت معايا حتى لهنا فكنقول لها شكرا بزاف، يعني اللي وصلتوا الفيديو حتى لهاد المرحله فكنشكركم. وكنتمنى انكم تخليو لي في التعليقات ديالكم، تخليو لي لايك ديالكم بالطبع اللي كتشجعني بزاف، وضروري تخليو لي القليبات اللي كنفرح بهم بزاف بزاف. كنحس انكم نيت كتبغيوني من القلب ديالكم. هما تعبير كيف كيقولوا. صافي هنا غادي نستمر باش كنكمل هاد اللي بقاو عندي الاخرين. وهذا هو الطبيصيل اللي خرجت لي تبارك الله. هاد الكميه ما شاء الله كيجيو زوينين لا في الشكل ديالهم لا في البنه ديالهم. كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايك ديالكم. الله اكبر. فهنا غادي نقطع لكم وحيده باش تشوفوها كيف جات. صراحه كتجي زوينه، والاهم انهم يتكالوا سخان، فكل ما كليتهم سخان كيجيو احسن. وما كنطيبهمش في الفران بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران، فهاد الطريقه عمليه وسهله. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله، وكيف العاده في امان الله. الى اللقاء.